أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا في محل جزارة بتاع واحد اسمه فينيس ومراته صوفيا، وبنشوف فينيس وهو بيعمل مساج للحمة الزبونة، وفجأة بيهجموا عليهم مجموعة من النباتيين لابسين أقنعة وبيكسروا المحل كله وبيرموا على صوفيا دم وبيغرقوها. وساعتها بيغضب فينيس وبيطلع من المحل وبيجري وراهم وبيمسك واحد منهم وبيقع على الأرض وبيفضل يضرب فيه لغاية لما بيشيل القناع بتاعه وبيشوف وشه، وبيجي أصحابه ينقذوه من إيد فينيس وبيهربوا، فبيتوعد لهم إنه هينتقم منهم. وتاني يوم بيكونوا معزومين في بيت صديقهم جاك ومراته أليس، وبيكون عندهم محل جزارة هما كمان، بس بيكونوا أغنياء والدنيا معاهم حلوة، وبيفضلوا يتنمروا عليهم علشان هما معاهم فلوس. فبيسيبهم جاك وبيروح يجيب السلاح بتاعه، وبيقول لفينيس لازم يكون عندك سلاح زي ده علشان تدافع بيه عن نفسك وتحمي المحل بتاعك من اي هجوم عليك زي اللي عملوه فيك مجموعة النباتيين. فبيجيب له جاك سلاح مش محتاجه وبيديهوله علشان يحمي نفسه بيه. فبيقول له فينيس مش هينفع اخده علشان ما عنديش رخصة سلاح، لكن جاك بيقنعه انه ياخده. وبعدها بيمشوا هما في طريقهم للبيت. صوفيا بتقول لجوزها ان هي عايزة تنفصل عنه بسبب الديون اللي عليهم والكارت اللي واخدينه من البنك ومش عارفين يسددوه. فبيتعصب فينيس لما بيسمع الكلام ده، وبيشوف بالصدفة واحد راكب عجلة وماشي قصاده، ولما بيحقق في وشه بيلاقيه واحد من اللي كسروا له المحل. فبيقرر انه يزنق عليه بالعربية ويوقعه من على العجلة علشان ياخد حقه منه، وبدل ما بيوقعه بيدوس عليه بالعربية بالغلط وبيموته. وفي الوقت ده بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه ولا يتصرفوا ازاي. فبيطلع فينيس التليفون وبيكون عايز يتصل بالشرطة، لكن بتمنعه صوفيا في اخر لحظة لان الشرطة لو جت هتقبض عليهم وكمان معاهم سلاح في العربية. وساعتها بيقرروا انه ياخدوا القتيل معاهم في العربية علشان يفكروا كويس هيعملوا فيه ايه. ولما بيروحوا بدأ فينيس يقطع في الجثة حتت صغيرة وبتقع منه ودن على الارض، فبياكلها الكلب وبيعجب بيها. وبنعرف ان هما بيقطعوا الجثة حتت صغيرة علشان يدفنوا كل جزء في مكانه ومحدش يتعرف على الجثة. وبعدها بيروح ينام وهو تعبان جدا ومش قادر. وتاني يوم مراته صوفيا بتصحيه، فبيقول لها انه تعبان ومش هيقدر يروح معاه المحل دلوقتي. ولما راح بعد شويه لقى الزبونه اللي جت قبل كده وتطلب لحمه تانية زي اللي كانت واخداها من الصبح من صوفيا، لان اللحمه طعمها جميل جدا. فبتسالهم اللحمه دي جبتوها منين، وبيكون فينيس مستغرب وبيبص لمراته وبيسأل مراته بصوت واطي بيقول لها انت جبت اللحمه دي منين. فبتقول له صوفيا انا جبتها من التلاجة. وساعتها بيعرف ان هي لحمه الراجل النباتي اللي قتله، فبيكذب على الزبونه وبيقول لها ان دي لحمه خنازير مستورده. وبعدها الزبونه بتاخد اللحمه وبتمشي. وفي الوقت ده بيكون فينيس عايز يتخلص من لحمه الجثه اللي في التلاجة، لكن صوفيا بتمنعه لان اللحمه عجبت الزبونه. وفي نفس الوقت بيجي زبون تاني المحل وبيطلب نفس اللحمه اللي الزبونه لسه واخداها لانها شكرت له في اللحمه دي جدا، وفعلا بيديله منها. وبعدها المحل اتشهر والناس واقفه عليه طوابير والفلوس بدات تجري في ايديهم. وساعتها بيرفعوا سعر اللحمه لانها بقت مطلوبه. وتاني يوم بيجي لهم ضابط شرطه المحل، فبيترعبوا لما بيشوفوه، لكن بيتفاجئوا انه جاي علشان يشتري لحمه. وبالليل فينيس هو ومراته بيكون عندهم فضول انهم يجربوا اللحمه البشري دي، وفعلا بتعجبهم بطريقه غير طبيعيه. فبتقول له صوفيا ان اللحمه هتخلص ولازم نشوف جثه جديده، بس لازم يكون من نباتيين لان لحمتهم طعمها لذيذ. وتاني يوم بنتهم بتيجي البيت ومعاها صديقها مارك، فبيحضر لهم فينيس ومراته الغدا، وبيكونوا عاملين لهم اللحمه اللي انتوا عارفينها طبعا، لكن مارك بيقول لهم انه نباتي وبنته بقت نباتيه زي صديقها. وبعدها بياخدوا بعضهم وبيمشوا. فبيقرروا فينيس وصوفيا انهم يحطوا صديق بنتهم من ضمن اللي هيقتلوهم علشان هو من نباتيين ولحمتهم حلوه. وبالليل بيروحوا يتعشوا في مطعم نباتي وبيفضلوا يدوروا على الضحيه الجديده. ولما بيشوفوا صاحب المطعم بيعجبوا بيه لانه سمين وحلو كده وهيوزن اللحمه كتير. ولما بيطلع من المحل بيراقبوه وبيمشوا وراه لحد لما بيوصل لبيته بيهجم عليه فينيس بالساطور، بس للاسف بيتوتر وما بيقدرش يقتله وبيهرب بسرعه. ولما بيفشلوا في اول محاوله صوفيا بتقول لجوزها انهم لازم يتدربوا اكتر على القتل. وتاني يوم بيبداوا في خطتهم الجديده وبيظهروا للناس كانهم نباتيين وبيعملوا احتجاجات في قلب الشارع علشان يلاقوا ضحيه نباتي يصطادوها. وبيجي لهم واحد نباتي بيكون ضعيف ورفيع ويشجعهم على اللي بيعملوه. فبتقنعوا صوفيا انهم يتقابلوا في مكان غير هنا علشان يكونوا مجموعه كبيره للنباتيين. وبعدها بيروح فينيس ومراته يستنوا الشاب وبيكونوا مجهزين الساطور علشان يخلصوا عليه، بس بيتفاجئوا ان الشاب جاي وجايب معاه اصحابه. وللاسف بتفشل خطه فينيس لتاني مره، وقبل ما بيمشوا بيطلبوا النباتيين منهم انهم يروحوا معاهم عند محل جزاره قريب منهم علشان يكسروه وينتقموا من كل الجزارين. فبيوافقوا فينيس ومراته انهم يروحوا معاهم علشان ما يشكوش فيهم، وبيروحوا يركبوا معاهم العربيه وبيقولوا لنفسهم احنا شكلنا كده اتدبسنا وخلاص. ولما بيوصلوا بيلبسوا اقنعه الحيوانات علشان محدش يتعرف عليهم. وفي الوقت ده بيتفاجئوا انه محل صديقهم جاك اللي كان بيتنمر عليهم، فبيدغدغوا له المحل وما بيسيبوش فيه حته سليمه. وتاني يوم بيروح فينيس وصوفيا المطعم يتعشوا فيه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن النباتيين وازاي يقتلوهم ومحدش يشك فيهم، لكن فينيس ما بيكونش قادر يعمل كده وبيتخانق مع صوفيا وبيسيبها وبيمشي.
وبتكون قاعدة لوحدها مخنوقة ومتضايقة من فينيس، وبيستغل الجرسون الوقت المناسب وبيروح يقعد معاها لأنه بيكون معجب بيها وبيقول لها على شعوره ناحيتها. ولما بيخلص بياخد صوفيا معاه على الفيسبا بتاعته وبيوصلها البيت، وساعتها العلاقة بينهم بتزيد وبيقع الجرسون في حبها، وبتعرف منه بالصدفة انه نباتي. ولما بيبوسها بتستغل صوفيا الفرصة وبتعضه في لسانه، ودخلته جوه البيت بحجة ان هي تعالجه، وفعلا بيدخل وما بيكونش عارف ايه اللي مستنيه. فبتروح صوفيا لجوزها وبتقوله جبتلك الضحية الجديدة وهو قاعد بره. لكن فينيس بيتوتر وبيكون خايف ومش قادر يعمل كده، بس صوفيا بتستفزه وبتقوله لو ما قتلتوش انا هخونك معاه وانت حر بقى. ولما فينيس بيسمع الكلام ده الدم بيجري في عروقه وبيروح يسن السكينه، وفي اخر لحظه بيرجع عن قراره تاني لانه اول مره يقتل شخص، وبيقول لها ابوس ايدك سيب الراجل يمشي لان انا مش قادر اقتله. فبتسيبه وبتروح للجرسون تغريه ان كيدهن عظيم. ولما بيشوفهم فينيس الدم بيجري في عروقه وبيهجم عليه بالساطور وبيخلص عليه. وفضلوا كل يوم يصطادوا ضحيه جديده واتدربوا على أسلحة وطرق مختلفة، وكل يوم بيقتلوا بيبيعوا لحمة النباتيين في المحل بتاعهم، ولما الطلب بيزيد عليهم بيرفعوا سعر اللحمة. وفي يوم بيكونوا معزومين في بيت جاك وأليس وجابوا لهم لحمة بشر من اللي بيبيعوها للناس في المحل، وللأسف عجبتهم اللحمة وبيكونوا مبهورين بيها. وبيتفاجئ جاك وهو بياكل بحاجة معدنية ببقه، وبنعرف إن أليس كانت ممرضة قبل كده، وبتقول لهم ده منظم ضربات قلب، وبيكون واحد من اللي قتلوا فينيس كان حاطه في قلبه قبل ما يموت. وبينكشفوا على أهون سبب، بس فينيس وصوفيا بيحاولوا يغلوشوا على الموضوع، لكن جاك وأليس ما بيصدقوهمش. وساعتها بتقوم خناقة بينهم وفينيس بيعض جاك من ودنه وبيقطعها له، وبيهددوهم لو اتكلموا في أي حاجة، وبيرجعوا يكملوا قتل بضحاياهم لغاية لما بيبقوا أغنياء. وساعتها بتتراجع صوفيا عن الانفصال من فينيس لما الفلوس جرت في ايديها، وبعدها بيروحوا الحفله عاملينها مجموعه كبيره من النباتيين، وبيلاقي فينيس ولد تخين وبيكون عايز يقتله وبيبيعه في المحل، وساعتها بيتحول لوحش قاتل، فبيصعب عليه الولد في اخر لحظه وبيقرر انه يمشي. لكن بيلاقوا بنتهم قدامهم هي وصديقها النباتي، وبيتفاجئ صديق بنتهم انهم في الحفله دي، وهما بيتكلموا بيقول لهم ان في نباتيين اختفوا بطريقه غير طبيعيه، واللي ليهم مصلحه في اختفاء النباتيين هما الجزارين. لكن فينيس بيقول له الكلام ده غير صحيح، فبيتعصب صديق بنتهم عليهم وبيزعق معاهم علشان هم جزارين، فبيجبرهم انهم يمشوا من الحفله. فبيشوفهم واحد بالصدفه من النباتيين اللي راح معاهم وكسروا المحل بتاع جاك، وبيتفاجئ لما بيعرف انهم جزارين وكانوا بيكذبوا عليهم. وهم خارجين من الحفله صوفيا بتشاور لفينيس على واحده تخينه وبتقول له هي دي الضحيه الجديده، فبينزلوا يجروا وراها وبيخلصوا عليها، وبيرجعوا للبيت ومعاهم الجثه. وبيجي الليل وبيبدأ فينيس يقطع في الجثة، وبيتفاجئ بخبط على باب المحل، وبيطلع ضابط الشرطة فبيفتح له فينيس الباب وهو مرعوب، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. فبيقول له الضابط ان في عدد كبير من النباتيين اختفوا والجزارين هم المشتبه فيهم. وفجأة بيشوف فينيس الكلب وهو معاه ايد بشرية، فبيترعب وجسمه بيرتعش، وبيكرش الكلب بسرعة قبل الضابط ما يشوفه. فبيستغرب الضابط من اللي عمله، فبيحاول فينيس يداري على الموضوع، وبيقول له دي حالة نفسية بتجيلي من ساعة هجوم النباتيين عليا آخر مرة. فبيمشي الظابط ومش بيشك في اي حاجه. ولما بيروح البيت بيقول له صوفيا مراته انا خايف ننكشف في اي لحظه، لكن صوفيا بتجمد قلبه، فبتقول له صوفيا من الصعب اننا ننكشف لاننا اتخلصنا من كل الجثث اللي موجوده في المحل ومفيش ورانا اي دليل يثبت علينا حاجه. وفجاه جرس الباب بيرن وبيطلع صديق بنتهم، وبيكون جاي علشان يعتذر لهم في التصرف البايخ اللي عامله في حفله النباتيين، وبيقول لهم ده كله كان غصب عني لان اصحاب النباتيين اختفوا. فبتواسيه صوفيا الشيطان وبتعرف فينيس ان هو ده الضحيه الجديده، لكن بيصحى ضمير فينيس في اخر لحظه وبيمشيه من البيت. وتاني يوم بيروح فينيس المحل لوحده وبيقول للزبائن انه مش هيبيع لحمه خنزير مستورد تاني، وده خلى كل الزبائن تغضب وتمشي من المحل. فبتتخانق صوفيا معاه لما بتعرف باللي حصل، فبيسيب لها المحل وبيمشي ومعاه الكلب بتاعه. وبتتفاجئ صوفيا بمجموعه النباتيين وهم داخلين عليها المحل، وبيكونوا جايين ينتقموا منهم بسبب خيانتهم ليهم، فبيدخلوها المخزن وبيربطوها وبيدولها علقه سخنه. ولما فينيس رجع لقى عربية النباتيين واقفة قدام المحل، فبيعرف ساعتها ان في حاجة حصلت. ولما بيدخل بيلاقي مراته حاطين على رقبتها السكينة، فبيحدف فينيس الساطور وبيجي في دماغ البنت اللي معاهم، وبيهجم الكلب على اللي كان ماسك السكينة لمراته. واخر واحد فيهم بيمسك فينيس وبيغرز السيخ في كتفه، وبتفك صوفيا نفسها وبتقتل النباتي في اخر لحظة، وبتشيل السيخ من كتفه وبتحضنه، وبعدها بيتقبض عليهم بتهمة القتل. ولما بيسألوهم بينكروا كل حاجة، بس بيعترفوا عليهم جاك وأليس وبيحكموا عليهم بالإعدام. وبيخلص فيلمنا مع رايا وسكينة. اشوفكم في فيلم جديد.